اللي قدامكم ده كان اشهر رائد اعمال في مصر والملقب ببيل جيتس العرب، واللي ناس كتير مش مقتنعة بقصة وفاته لحد النهاردة. وعشان كل حكاية ليها سر، تعال اقول لكم سر حكاية رائد الاعمال الشاب المصري خالد بشارة. يلا نسمي الله وندخل نشوف حياة خالد كانت عاملة ازاي. خالد جلال بشارة اتولد في 27 يوليو سنة 1971، وعيلته كانت شغالة في مجال الاستيراد والتصدير. واتخرج خالد من الجامعة الأمريكية من كمبيوتر ساينس سنة 1993، وده تخصص ما كانش منتشر قوي زي الأيام دي. الطبيعي عند شاب في ظروف خالد إن عيلته تبقى عايزاه يشتغل معاها أو هو نفسه يستسهل ويدخل في البيزنس بتاعهم، بس اللي حصل غير كده خالص. أبوه قال له إن لو اشتغل معاه هيفضل طول عمره اسمه ابن جلال بشارة، لكن لو نجح بنفسه هيبقى ليه قصته الخاصة بيه لوحده واللي كل الناس هتفضل تحكي عنها. ومن هنا بدأ خالد يفكر انه يصنع اسطورته اللي محدش يشاركه فيها، وعشان كده بدأ يشتغل في شركة مايكرو لاب للبرمجيات، لانه شاف انه لازم ياخد الخبرة الكافية في سوق العمل قبل ما يدخل في اول بيزنس ليه. وده يدل على وعي وذكاء خالد، لانه ما بيرميش اي فلوس في مشروع قبل ما يتعلم ويشتغل الاول عند غيره لحد ما يبقى متمكن في اللي هيعمله بعد كده. خالد فضل كده لحد ما جات له الفرصة، وهي ان الحكومة المصرية بدأت تدي تراخيص للشركات الخاصة انها تقدم خدمات الانترنت، وما كدبش خبر وشاف ان دي فرصة كبيرة يدخل بيها عالم البيزنس. يعني شغال وعينه على حلمه انه يكون له شغله الخاص، والمشكلة كانت في الفلوس. بس خالد مفيش حاجة بتقف قصاده. تخيلوا انه لف على معارفه واصحابه لحد ما قدر يجمع من 11 واحد منهم مليون جنيه، وده كان رقم خرافي في التسعينات. وفعلا فتح الشركة اللي كلنا عرفناها بعد كده باسم لينك دوت نت، والكلام ده كان سنة 1996. وركزوا معايا قوي لان الشركة دي حرفيا كانت وش السعد ونقطة التحول الحقيقية في حياة خالد بشارة. عايزين تعرفوا ازاي؟ تعالوا نشوف. الشركة في البداية كان اسمها لينك ايجيبت، وكانت شركة صغيرة كل مهمتها انها تدخل الانترنت للناس اللي محتاجاه في البيوت والشركات. وده وقتها كان في حد ذاته اختراع، بس الامور مش هتمشي بالسهولة دي، لان المجال ده كان فيه شركات بدأت تدخله لانه مجال جديد ومطلوب، والشركات دي وراها رجال اعمال كبار زي نجيب ساويرس. ومن هنا كانت المنافسة شرسة جدا. بس قبل ما نكمل لازم نجاوب على سؤال مهم جدا. لو المنافس بتاعك جالك لحد عندك وعرض عليك انه يشتري شركتك اللي بتنافسه، ده معناه ايه؟ اظن انه ملوش غير معنى واحد بس، انك نجحت وتفوقت عليه كمان لدرجة انه مش قادر ينافسك ورفع الراية البيضاء قصادك. وده بالظبط اللي حصل مع خالد. بعد فترة قليلة خالد نجح نجاح ملوش مثيل، لان المجال ده كان مليان ابتكارات واختراعات ملهاش حصر، لدرجة انه نجيب ساويرس سنة 1999 عرض عليه انه يشتري الشركة بالكامل. نجيب ساويرس اللي كان منافس قوي جدا ليه. طبعا اي شاب مكانه لو كان همه الفلوس وخلاص هيشوف انها فرصة ما تتعوضش، بس خالد بذكائه ولانه حقيقي كان عايز يبني اسمه وكمان تعب واجتهد ونجاحه ما كانش بالساهل، رفض تماما العرض ده، وبدأ هو اللي يعرض على نجيب ساويرس انه يدخل معاه شريك ده لو حابب، وده عشان يكبروا الشركة، لكن يشتريها كلها على بعضها كده مش هيحصل. شابو يا خالد، بيزنس مان من الدرجة الأولى. وتخيلوا ان نجيب ساويرس وافق، وسنة 1999 حط حوالي 7 مليون جنيه عشان ياخد 54% من أسهم الشركة. وبحسبة بسيطة كده ده معناه ان الشركة تقريبا تعمل في حدود 13 مليون جنيه. انتوا فاكرين خالد كان بادئ امتى وكان بادئ بكام؟ خالد بدأ سنة 96 بمليون جنيه، وبعد 3 سنين الشركة بقت عاملة 13 مليون جنيه، يعني ضعفت قيمتها 13 مرة. وعشان نجيب ساويرس رجل أعمال ذكي جدا وشاطر جدا جدا وبيعرف يستغل الفرص ويوظفها كويس، عين خالد سنة 2000 خبير استراتيجي لخدمات الانترنت لشركة اوراسكوم. ومن هنا هيبدأ خالد رحلة طويلة كلها إنجازات مع اوراسكوم.
في 2001 سويرس اشترى شركة اسمها إنتاتش، والشركة دي كانت شغالة بنفس طريقة شركة لينك ايجيبت، ودمج الشركتين دول وعمل شركة جديدة اسمها لينك دوت نت. ومين المسؤول عنها؟ خالد بشارة، ما هو كان العضو المؤسس والرئيس التنفيذي ليها. واللي ناسي الشركة دي تعالوا فكركم بيها عشان في جيل كامل هيستعيد ذكرياته معاها. ادخل على لينك 037.com ونزل برنامج التربو الجديد مرة واحدة بس. سريع جدا. اظن كده افتكرنا 037 والحملة الإعلانية اللي كانت بتعتبر من أكبر كامبينز الدعاية والإعلان في مصر. وقتها الشركة كان فيها حوالي 200 موظف، ووصل دخلها في 2005 تقريبا ل 20 مليون دولار، يعني حوالي 80 مليون جنيه. وده رقم يخض، خصوصا لما يجي بعد أقل من 10 سنين من بداية الشركة. مش بقول لكم كانت وش السعد عليه. من بعدها لينك دوت نت استحوذت على 8 شركات انترنت، وده زود القوى العاملة فيها لأكتر من 1500 موظف، وبكده بقت من أكبر مقدمي خدمات الإنترنت مش بس في مصر لكن في الشرق الأوسط كله. ومع الوقت والمجهود الكبير اللي بشارة عمله في الشركة وقدرته إنه ينقل شغفه لفريق عمله، فضلت الشركة تكبر وبقت أكبر شركة إنترنت في العالم العربي كله، وده من خلال الخدمات الكتيرة اللي كانت بتقدمها، زي مثلا توفيرها لمجموعة ضخمة من المواقع الصحفية والإعلامية. والأكتر من كده إن شركة مايكروسوفت اختارت الدخول في شراكة مع شركة لينك دوت نت اللي بيرأسها بشارة عشان يتم إطلاق خدمة MSN أريبيا. وبكده شركة لينك دوت نت بقت أول بوابة عالمية في الشرق الأوسط تقدم خدمة MSN الكاملة في الإنترنت للمستخدمين في المنطقة. والحقيقة إن العوامل دي كلها ساهمت في اختيار بشارة سنة 2003 كأفضل رئيس تنفيذي تحت سن 40 من مجلة ايجيبت بيزنس توداي. بعد النجاح الرهيب ده سويرس شاف إن خالد بشارة هو الفانوس السحري اللي ممكن يحلله أي مشكلة، فحب يستفيد منه أكتر. أما عينه عضو مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم القابضة في 2003. بس أوراسكوم كان عندها بيزنس تاني موجود في إيطاليا، شركة اسمها ذا ويند، ودي كانت خسرانة بشكل كبير جدا، والكلام ده كان في 2005. فنجيب سويرس ملقاش قدامه غير خالد، هو بس اللي يقدر يحول له الشركة دي من الخسارة للمكسب. تقدروا تقولوا كده إن بشارة بقى رجل المهام الصعبة عند سويرس. خالد بدأ يدرس ظروف الشركة دي، فلقى ان مبيعاتها كانت حوالي 2 مليار دولار، يعني 100 ضعف مبيعات شركة لينك دوت نت، وعدد موظفيها 8500 موظف. ودي علامة استفهام كبيرة، شركة زي دي تخسر ازاي؟ وبكده شركة ويند بقت مغامرة كبيرة بالنسبة لخالد، الا انه قبل التحدي لانه دايما بيدور على اسطورة خالد بشارة. ما هو اسمه مش هيكبر ويلمع بالحاجات السهلة البسيطة، فقرر انه يسافر ايطاليا عشان يدرس الوضع بنفسه عن قرب. ولما سافر اكتشف هناك مفاجآت تخلي اي شركة مكان ذا ويند لازم تخسر. تعالوا نشوف بشارة لقى ايه. خالد لقى ان في شركتين كبار موجودين ومسيطرين على سوق الاتصالات في ايطاليا. اولهم شركة اسمها تيليكوم ايطاليا، والشركة دي مش شركة عادية، دي الشركة الحكومية واللي موجودة بقالها زمن ومسيطرة تقريبا على 80% من سوق الاتصالات هناك. ودي أول مفاجأة. والمفاجأة التانية هي شركة اسمها فاست ويب، كانت بتوفر خدمات الإنترنت جوه البلد، وبكده يبقى الطريق مسدود قدام ذا ويند. تفتكروا خالد هيتصرف إزاي وإيه خطته؟ الخطة اللي فكر فيها خطة مجنونة، وزي ما بيقولوا كده اوت اوف ذا بوكس، بره الصندوق يعني، لانه فكر انهم يتوسعوا في الخطوط الارضية ويحاولوا ياخدوا من 30 ل 40% منها، مع ان الخطوط الارضية دي ما بتكسبش ولا حاجة، بس الخطوط دي ما هي الا مجرد مدخل عشان بعدها يتوسعوا في الخدمات الارضية، ومن هنا يقدروا يوصلوا الانترنت بشكل قوي. وهم شاطرين قوي في الموضوع ده ويعرفوا يكسبوا منه كويس. وبعد سنة واحدة تيجي المفاجأة، وهي انهم مش بس اخدوا مكان شركة فاست ويب اللي كانت بتوفر خدمات الانترنت، دول كمان بقوا اكبر شركة بتوفر خدمات الانترنت جوه ايطاليا. وبكده قدروا يحولوا الخسائر الكبيرة اللي كانوا فيها لارباح مهولة. بس خالد ما اكتفاش بكده، لانه خلى ذا ويند واحدة من افضل الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال الاتصالات الارضية والمحمولة وخدمات الانترنت وخدمات البرودباند في اوروبا كلها. وده كله في فترة قصيرة جدا ما كملتش
طولتش 3 سنين، وفضلت الشركة لمدة 7 سنين متواصلة مفيش ولا كوارتر واحد خسرت فيه. كل ده بسبب فكرة أنجزها شخص اللي هو خالد بشارة، وآمن بيها ودعمها اللي أعلى منه اللي هو نجيب ساويرس، اللي كان ممكن يرفضها لمجرد إن ما فيهاش مكسب. وهنا لازم نسأل سؤال مهم جدا، هو إيه سر نجاح خالد بشارة ووصوله للإنجاز الكبير في أي مهمة بيدخلها؟ خالد كان دايما شغله الشاغل انه يطور طريقة التعامل مع الموظفين وإدارة المشاريع، وعلى طول عينه على التيم اللي معاه، ودايما هدفه انه التيم ده مش بس يبقى على اعلى مستوى من الخبرة، لكن كمان يكون متجانس ومتناغم مع بعضه. فمثلا وهو مسافر ايطاليا عمل فريق مكون من 4 موظفين من مصر وموظف واحد من لبنان و15 موظف ايطالي جداد، وده طبعا كان ضروري عشان يعرف قواعد اللعبة ماشية ازاي في ايطاليا، ودمج الفريق ده كله مع بعضه وقدر ينجح بشكل مستمر على مدار ال7 سنين. بعد الانجاز المهول ده خالد اترقى في 2007 وبقى الرئيس التنفيذي لعمليات شركة داون، وفي ابريل 2009 اتعين بشارة كمدير للعمليات لشركة اوراسكوم القابضة للاتصالات، لحد ما بقى رئيس تنفيذي ليها في نوفمبر من نفس السنة. واللي ما يعرفش الشركة دي تعالوا اعرفكم عليها. اوراسكوم تيليكوم مش شركة عادية ابدا، دي شركة كبيرة جدا موجودة في 8 دول وعندها حوالي 56 مليون عميل. تخيلوا بشارة مسك شركة بالحجم ده وهو يدوب عنده 38 سنة. وفي 2011 حصلت عملية دمج بين شركة داون والشركة الروسية للاتصالات وشركة اوراسكوم تيليكوم المصرية المملوكة لنجيب ساويرس، وتعين بشارة مشرف على عملية الدمج دي. خالد بكل اللي عمله ده قدر يكسب ثقة عيلة ساويرس، وده نتيجة طبيعية لتاريخه معاهم ونجاحاته الكتير. ده بيمسك التراب يبقى دهب، فبقى تقريبا ماسك كل حاجة مش شركات بس، زي مثلا انه كان رئيس نادي الجونة في 2017 رغم انه ملوش علاقة خالص بالكورة، بس خالد كان شايف ان ادارة الكورة شبه ادارة البيزنس، والسبب الاساسي انه يمسك النادي هو انه يختار له مجلس ادارة قوي، والمجلس ده هو اللي هيخلي مشروع النادي بعد كده يكمل لوحده. يعني الادارة هي اساس نجاح اي مشروع حتى لو كان كورة. ده حتى المجال الفني بشارة دخلوا من باب البيزنس لما نظم مهرجان الجونة من بدايته، وبالتنظيم الممتاز اللي كل الناس شهدت بيه اتحول مهرجان الجونة لمهرجان عالمي وليه اسمه وسط مهرجانات السينما العالمية. يعني الجونة والمهرجان والنادي كله شغل بيزنس في الأساس، ولا شغل فن ولا شغل كورة. وفجأة في فجر يوم الجمعة 31 يناير 2020 خالد يعمل حادثة كبيرة قرب ميدان الرماية ويتنقل لأقرب مستشفى، وزي ما كل حاجة حلوة عمرها قصير يموت خالد بشارة بعد نقله للمستشفى بساعة واحدة وهو عنده 48 سنة. خالد كان سايق عربية مرسيدس أحدث موديل، يعني فيها كل وسائل الأمان، والتساؤل هنا هي ليه الإيرباجز ما فتحتش؟ وده خلى ناس كتير تشك إن الحادثة مدبرة، لان اللي حصل ان العربية ما دخلتش في حاجة، بس جت عربية تانية خبطتها من الجنب وهو ده سبب الحادثة. ده غير ان مسؤولين من مرسيدس طلعوا وقتها عشان يبرئوا الشركة ويحافظوا على سمعتها، وقالوا ان الايرباجز ما فتحتش ببساطة لان ما فيش ايرباجز في البيبان بتاعة العربية من الجنب. الايرباجز بتبقى موجودة قدام، والحادثة ما حصلتش اصلا من قدام، بس بعدها بكام يوم المرور رجع الكاميرات ولقى ان خالد بشارة كان سايق بشكل سريع جدا ودخل في حاجز اسمنتي بشكل مباشر، يعني مفيش حاجة خبطته من الجنب. طب ليه الايرباجز ما فتحتش؟ محدش يعرف، وتضارب الاقوال ده هو اللي خلى ان في شك ان الحادثة تكون مدبرة، بس الحقيقة فين؟ الله اعلم. الحقيقة ان عيلة ساويرس ما نسيتش خالد، وسميح ساويرس في مهرجان الجونة لما عمل جايزة باسم المرحوم خالد بشارة ما ذكرش انه اشطر واحد ولا احسن مهندس، بس اتكلم عن سمعته وامانته ونظافة ايده. في النهاية مش هلاقي حاجة أختم بيها أجمل من العبارة اللي قالها الرائع المميز خالد بشارة لما اتسأل إزاي قدر يعدل مسار شركة من الشركات من الخسارة للمكسب. قال سهل تغير ده اللي هو العقل، إنما صعب جدا تغير ده اللي هو القلب. وكان يقصد إن سهل تغير طريقة تفكير أو طريقة شغل، لكن صعب جدا تغير مشاعر بشر. عشان كده أصعب إدارة هي إدارة القلوب والنفوس، والأهم من إنك تحقق نجاح إنك تسيب أثر وسمعة طيبة في الناس اللي بتشتغل معاك. وبكده خلصت حلقتنا، استنونا في حلقة جديدة وسر جديد من سر الحكاية.
بس اكتر حاجه بقى شدتني في الحلقه دي، واحد صغير قوي يوصل للبوزيشنز العاليه دي. الناس دي بتبقى خرافه. لولا عيلته بقى كان هو دخل في الاستيراد والتصدير وكان بقى في حته تانية خالص. لا يعني على فكره حوالينا ناس كتير ممكن تبقى خالد بشاره يعني، بس مستنيه بس حد ايه يكتشفها.